يومي لما بنزل الكلية بيكون مختلف شوية. صحيت من النوم الساعة 4:30، مش عارف ايه البتاع اللي انا لابسه ده. صليت الفجر وروقت السرير سريعا كده، وعملت حرفيا جردة للنسكافيه. هنذاكر بقى يا جدعان وعايزين نفوق. حتى الكوباية كمان فاقدة دوافع الاستمرار، والموبايل كمان. هقوم انام يا جدعان. وحبة ونزلت عشان اجيب عيش. ايوه هنا انا كنت بستنى عشان يبرد كده ضن. احلى حاجة بقى في العيش ده ان انا بروح ببقى انا اصلا عليا الدور، يا اما في واحد او حاجة. لكن العيش التاني اللي هو الابيض ده بيبقى زحمة جدا. الفطار المتين بقى عشان نكمل. وشفت طبعا فيديو لعمنا وانا باكل. هو فشخ يعني، الواد مخه محروق. قهوايه بقى سريعا، ونشوف بقى الشغل اللي احنا هنعمله ان شاء الله للبيشنت. حتى زنق نفسي في البيشنت نفسه. الفيديو ما بيخلصش يا جدعان كده ضن. نجهز حاجاتنا بقى بتاعت الكليه والجيم. شنطه حرفيا 100 كيلو. ناخد الدواء عشان كان عندي خراج في رجلي وفتحته. وهنا كنت براجع تاني على الخطوات بتاعت الفيديو، ونزلت رحت الجيم. هو المفروض ان هم فاتحين من الساعه 9. هو في ايه؟ المفروض ان انا عيد ميلادي ان شاء الله بكره، هتم 22 سنه. يا الله بقى على كميه جلد الذات النهارده، وان انا لسه ما عملتش حاجات جامده وكده في حياتي. انا مش عارف ليه بجد ده بيحصل لي كل عيد ميلاد. فاخدت الكرياتين بقى وقعدت شويه عما حد يجي، وسمعت حته كمان من البودكاست ده. نتمرن بقى يا جدعان. تمرين الصبح بجد بيغسل الواحد كده من جوه في اول اليوم. لا حول ولا قوه الا بالله، لا ده عبط صباحي. نجين until I win. خلصت للاسف متاخر، وشكلها كده هيبقى فيها جري. وهنا انا كنت مستعجل بجد، وقرات بقى شويه كمان من الكتاب ده عما وصلت. طلعت بقى الحاجات اللي انا المفروض هشتغل بيها من اللوكر، واشتريت كمان كل الحاجات اللي ناقصه، وصليت الظهر. بعد كده طلعت على السكشن. المفروض بقى ان انا ان شاء الله هعمل للحاج احمد طقم كامل، وهنا انا كنت بس باخد المقاسات. اللي تقدر واللي تفكر واللي تقشر واللي تحضر. اخويا زياد طاهر يساعدني وقف معايا. ورحت انا وزين سوا عشان ناكل، وبعد ما خلصنا اكل طلعنا اتمشينا شويه وخلاص. بجد دي اخر قهوايه في اليوم. طلعت بقى صليت المغرب، وسمعت بقيه البودكاست في الطريق. بس راجع حالا. الفكره بجد الناس بتبص لي في الشارع كأن انا واكل مال اليتيم مثلا، والفكره ان انا بعرق بغباء قوي. فمش عارف بجد اللي هو يعني هي مش روشنه او حاجه زي كده، بس انا حران يا جماعه، انا حران مش عارف شتي دلوقتي خالص. محدش يقول لا المحشي تيتا يا ابني، ما ادراك بجد ما محشي تيتا. نخلص بقى بقيه شغل المونتاج المتراكم علينا سريعا. ايه ده، الله سرير. تصبح على خير.